يا لهوي على اللي بالقشطه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا النهارده عند مطعم الحاج مجدي وبيعمل شويه اكل حلو بيتي من اللي احنا بنحبه. وده مش اي اكل بيتي، لان الاكل ده معمول بخبره اكتر من 73 سنه. مطعم الحاج مجدي من سنه 1952، وده الحاج مجدي الله يرحمه اللي كان طباخ الملك فاروق، وده نور ابنه اللي مكمل مسيرته هو واخوه الكبير. هي بقى فرخايه مدملكه مره ومتدلعه في السمنه البلدي، فاشتهى من صدرها ووديت على طول. والله طعمها ولا كلمه. عنده فاصوليا بيضه وبسله بالجزر اللي شفتها عنده وهي بتستوي جوه، وشويه سبانخ كده لزوم الحديد. عايز اقول لكم ان ده اقرب طبق لقلب ويزو، طبق البطاطس بالصلصه. الطبيخ ده ما يحلاش غير بالرز ابو شعريه، واللي وهو بيستوي بيسقسقوا بالشرب. وانا قاعد شميت ريحه طشه الملوخيه. بذمتك قادر تستحمل؟ ده عنده شويه فراخ فرن، يا لهوي. اللي يخاف يطلع بره. اما ده بقى شويه محشي من اللي بتعمله امي وامك وستي وستك في بيوتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ الطواجن بقى عند الحاج مجدي وهي بتبقبق جوه الفرن، تحس انها بتتكلم وتقول لك تعالى كلني. مع المفاجاه الكبرى، الليمونه دي بقى بتودي طاجن الباميه حته تانية. انا الطاجن ده بيمثلني انا. اكيد طبعا تعبتوا مني، بس بذمتك مش شايف الطرب اللي بينز وبيلظ ده؟ اللي مع الكباب والريش اللي لحمتها دايبه. لو عايز تاكل لقمه اكل بيتي بره البيت لازم تروح عند مطعم الحاج مجدي في وسط البلد جنب جريده الاهرام. مع ويزو مش هتقدر تغمض عينيك. يلا جول.